السلام. في ظل هذه الحملة المتواصلة على الدراجات النارية الحجم الصغير، يعني اللي داخلين عليها تعديلات، الناس اللي شارين الماطر 49 وما تيقدروش يمشيو تيبريباريهم، بزاف ديال الناس يهضروا على هذه المشاكل هادو وبغينا نحلوا هذه المشاكل. ودابا جبت لكم فيديو ديال الناس هضروا شحال هادي على هذا الموضوع هادو وشوفوا الحلول اللي كيقولوا. ما كرهناش شي واحد يلتفت شي التفات لهاد الناس هادو ويجرب داك الموتور اللي هو ماشي 49 كيقول لك غير 36 سي سي في السيلان. المهم نتوما سمعوا هادشي اللي غادي يتقال دابا في هذا الفيديو هذا ديال هاد الناس هادو، وانتم حكموا عليه واش كيقولوا الصح ولا شي كذبوا في التعليقات ديالكم. كنت انا عندي موتور واحد من المواطنين، انا راه عندي موتور وصيفته، ولكن ما هذا كما كيقولوا هاد الناس هادو راه ما غاديش يهز ليك مالين الدار وما غاديش يهز الدار راسو بعدا. اولا قبل كل شيء عاد يهز ليا مالين الدار انا، وكيفاش غادي ندير وانا ساكن في الجبال وخصني نروح عند وليداتي. المخزن الا كان هذاك الشيء يدير شي حاجه اللي هي هذاك الشيء مع هاد الناس هادو راه الله يهديه. السلام عليكم ورحمة الله، معكم خلاطي محمد، رئيس جمعية الوفاء لبيع الدراجات النارية والعادية بسوق دراجات بأكادير، وأمين حرفة ديال الدراجين بأكادير. كنشكركم كنشكر هذا المجيء ديالكم عندنا. حنا غادي ندخلوا للموضوع ديال هذا التعديل اللي نط عليه هذه الضجة. هذا التعديل هذا اللي السلطات المعنية اللي مكلفة يعني فرضت على الناس باش ينزلوا الموتور الرقم اللي داروا هما. وهذا الموتور هذا هذاك السيلندر اللي تصيفط اللي جا في هذا الماطر جداد راه ما تيوزن والو، راه سيلندر صغير بيستون صغير ما يمكنش ليه يجر هذاك الموتور، فهمتيني؟ يعني هاد الناس هاد الشركات الصينيه ما صيفطوش لينا السيلندر اللي هو بالمقومات ديال 49 مريكله، يعني صيفطوا سيلندر في 49 كيف ما كانوا الماطر قدام. وراه عندك الحق، وراه هادشي كنقولوه لبنادم ديما وكيصحابنا باغيين نزرعوا الفتنه، وحنا الله شاهد على ما اقول، انما باغي نزرعوا لا فتنه لا والو. انا بصفتي كنهتم بهادشي ديال الدراجات، كنحط هاد الفيديوهات باش بنادم يعرف شنو كاين وصافي. راعينا نهضروا ان هذاك السيلان ما داير والو. في الياماها وفي الهوندا وفي سيزيكي واحد العدد ديال الماطر اللي عقلنا عليهم من السبعينات، دابا هما مني ضغطوا عليهم صيفطوا لنا السيلندر ديال 36 او 38. يعني هذا الموتور ما يمكنش يتحمل هذا الثقل ديال الموتور والثقل ديال الشخص اللي فوق منه، يعني كيضطر هذاك الكليان اللي شرا هذاك الموتور يعني بحال كتفرض عليه باش يزيد فيه، بحال شريتي واحد الحاجه وما عجبتك كتوسعها سروال او دار او باب او شي حاجه. انا ما يمكنش ليك انت تركب عليه لان القوه ديالو ما كتسمح ليه باش يتمشى، كيضطر هذاك الانسان. هنا فين دخلنا في مشكل، لان الموتور اللي كيتجاوز 50 كتفرض عليه القانون، كتفرض عليه باش يدير بيرمي ويدير بلاكا ديال التروبليك. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل ديالنا في هذه القضيه ديال التعديل. كنطلبوا المسؤولين باش يراجعوا هذا القرار، لان هذا القرار راه مجحف وضار الناس، ضر لا الباعه ولا الكتاب ولا الدراجين اللي كيصلحوا ولا حتى المستهلك اللي كيركب على الموتور، يعني ضروا هذا القرار هذا. كنتمناو من السلطات اللي خرجت هذا القانون تعاود تراجعوا. القضيه ديال شهاده الملكيه كما نطرق لها كما ذكرها السي عباس، حتى حنا عندنا مشكل في هذا اكادير بحال جميع المدن المغربيه. عندنا التوصيل ملي كيمشي الانسان باش يغير او يبدل الملكيه في السميه ديالته كيجروه واحد 6 شهور 8 شهور، الانسان كيضطر باش يبيع الموتور ديالو ما كيصيبش باش يبيعو، وكاتبين واحد البوند فيه ممنوع البيع. هذا كنطالبوا باش هذاك البوند ديال ممنوع البيع يحيدوه لنا ويخليو الناس يبيعوا الماطر ديالهم. كاين الانسان الله يحسن العوان كيحتاج راه الانسان كيبدا باول حاجه كيبدا بها هي الموتور، راه ما غيبيع لا ثلاجه لا مايو لا تلفازه لا حاجه. كيعون شي ازمه من الازمات راه اول حاجه كيديرها هو انه كيمشي للموتور كيبيعو حتى تحس الوضعيه وكيشري موتور. كيجي هنا باش يبيعو يعني يقولوا ليه راه ممنوع تبيع. حنا كنضطروا نديروا واحد الوكاله واحد الحل ترقيعي باش نقضيو. بالنسبه للاسورانس ديال هذه بعدا وحده الثانيه اللي كنضروا بها وهي اللي كنضر بالنسبه للسوق بعدا اللي كنضروا فيه، وهي هذه الشهاده ملكيه مؤقته اللي دايرين فيها ممنوع البيع، وهي ما توضعت غير مؤخرا. هذاك ممنوع البيع، انسان خرج الموتور ديالو بواحد 10000 درهم او 11000 درهم دايرين فيه ممنوع البيع تقريبا حتى تخرج شهاده ملكيه. الشهاده الملكيه تقريبا كتقعد واحد العام او عام وشهرين عام وثلاث شهور. هذا الانسان هذا وقع في مشكل، كيمرض ليه ولده ومرضوا ليه الدراري مرضوا شنو